السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم في فيديو النهاردة هشرح فيه مراجعة على الوحدة الأولى كده، شرح مبسط وسهل وبالتفصيل، مفيش أي معلومة إن شاء الله هتضيع في الوحدة دي. بالنسبة هي الوحدة أصلا فيها كام درس؟ قالك فيها 4 دروس. أول درس كان بيكلمني عن مصر بين المماليك والعثمانيين، تاني درس بيكلمني عن الحملة الفرنسية على مصر، تالت درس كان بيكلمني عن ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي، ورابع درس كان بيكلمني عن محمد علي وبناء الدولة الحديثة. أول درس معانا وهو مصر بين المماليك والعثمانيين. يعني إيه العنوان أصلا؟ قالك كان في ناس اسمهم المماليك حاكمين مصر، ولكن هيجي ناس اسمهم العثمانيين هياخدوا مصر ديت من مين؟ من المماليك. فازاي يا ترى بقى الحكاية دي هتبدأ؟ يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. قالك في أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر العالم الإسلامي يا ولاد في الوقت ده كان مقسم ل3 دول، اسمها دولة المماليك، دولة اسمها الدولة الصفوية، ودولة اسمها الدولة العثمانية. تعالوا ناخد شوية معلومات عن ال3 دول دول. قالك دولة المماليك كانت دولة ضعيفة جدا. الدولة ديت كانت مسيطرة على مصر والشام والحجاز والجزء الشرقي المطل على البحر الأحمر اللي هو في قارة أفريقيا. قالك بالنسبة للدولة الصفوية اللي هي دولة إيران حاليا ودي عاصمتها تبريز. بالنسبة للدولة العثمانية الدولة دي كانت قوية جدا جدا جدا، وكان الحاكم بتاعها اسمه السلطان سليم الأول. يبقى أنا عندي دلوقتي المماليك عرفت هي مسيطرة على إيه، وبالنسبة للمماليك فكان السلطان اسمه السلطان الغوري، يبقى اللي كان ماسك المماليك اسمه السلطان الغوري. وقلنا إن هي دولة ضعيفة، والدولة الصفوية دولة ضعيفة. الدولة العثمانية دولة قوية جدا. فعندك بالنسبة للسلطان سليم الأول، الراجل ده كان عايز يوسع إمبراطوريته في الشرق، فهو هيروح يسيطر على الدولة الصفوية والدولة المماليك عشان يقدر يحقق الحلم بتاعه إن هو يوسع إمبراطوريته في الشرق. طب ستوب الأول هنا كده، هي مش دولة المماليك والدولة الصفوية والعثمانية انتوا قلتلي إن ال3 دول إسلامية، طب ليه يروح يحارب إخواته المسلمين بدل ما يروح يحارب الأوروبيين اللي في الغرب؟ قالك لأن الأوروبيين دولت كانوا متفوقين عسكريا وحضاريا أكتر من سليم الأول، فسليم الأول لو راح للغرب هو اللي هيتهزم، فهو كان حاسس إن لأ، أنا مش هروح أرمي رجلي في النار، أنا مش هروح للخطر برجلي، أنا أروح للضعيف واستغله واحتله أنا وحقق الحلم بتاعي. يبقى لما يقول لي بما تفسر السبب اللي خلى الدولة العثمانية تتجه لأن هي تحتل دولة الصفوية ودولة المماليك، ليه؟ لأن أول حاجة هو أدرك خطورة إن هو يروح يتصطدم مع مين؟ مع الدول الأوروبية، تمام، لأنهم كانوا متفوقين حضاريا وعسكريا. وتاني سبب طبعا قالك إن مصر ديت اللي مسيطر عليها دولة المماليك الموقع بتاعها مميز جدا، دي أول حاجة، ومصر هي قلب العالم الإسلامي، فسليم كان عايز يسيطر عليها جدا لأنها قلب العالم الإسلامي. سليم ما كانش حاطط في دماغه دولة صفوية قد ما هو حاطط في دماغه مصر والشام، قد ما هو حاطط في دماغه مصر والشام. يبقى هو اللي كل اللي كان بيخطط فيه مصر والشام أهم حاجة يكونوا بين إيديه، ودول مش هيكونوا بين إيديه غير لما يسيطر على دولة المماليك ويقدر إن هو يهزمهم. الأول كده أنت بتقولي لي دولة المماليك ضعيفة، إيه السبب اللي خلى دولة المماليك تكون دولة ضعيفة؟ قالك كان عندها أزمات مالية وأزمات سياسية. كانت قارة أوروبا والدول الأجنبية كلهم بييجوا يعملوا تجارة مع دولة الهند، بيعدوا من البحر المتوسط على البحر الأحمر، فكان بيضطروا يدفعوا فلوس لمين؟ للمصريين، فكانوا بياخدوا فلوس كتير جدا، واللي مسيطر على مصر هم مين؟ المماليك، فهم اللي كانوا بياخدوا الفلوس ديت. فجأة ظهر ناس اسمهم البرتغاليون دولت بدأوا يفكروا، قالوا لك لا، انا مش عايز اخلي المماليك ينتفعوا مني، مش عايز اديهم فلوس، عايز اروح اجيب ثروات من الهند واعمل تجارة مع الهند، ولكن بدون ما ادفع ولا جنيه. فقدروا يكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، يقدر يوصلهم للهند من غير ما هم من غير ما هم يدفعوا ولا جنيه لمصر. مين اللي هيتأثر بالموضوع ده؟ دولة المماليك. كده ما عادش هيلاقوا ما عادش هيلاقوا فلوس. فعندك كده ده اول سبب هيدهورهم ماليا. تاني سبب ان هم دخلوا في معركة اسمها الديو البحرية، ولكن للأسف هيتهزموا وهيتدمر الاسطول المملوكي بتاعهم كله، ودي الازمات المالية اكتر واكتر. يبقى تاني ايه الاسباب اللي خلت عند دولة المماليك ازمات مالية؟ اول سبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي اكتشفوه عام 1498. تاني سبب تحطم الاسطول المملوكي في معركة ديو البحرية.
قال لك بالنسبة للأزمات السياسية فده لأن كان في صراع مستمر بين المماليك، كان في اضطراب في الأمن، كثرة الفتن والثورات اللي خلت الدولة المماليك تكون دولة ضعيفة جدا والقوة العسكرية تكون قوة ضعيفة جدا. فأنا عندي 3 أسباب عملت أزمات سياسية: الصراع المستمر بين المماليك، اضطراب الأمن، كثرة الفتن والثورات الداخلية. يبقى دلوقتي انا عرفت ان دولة المماليك دولة ضعيفة. طب بالنسبة للدولة الصفوية هي دولة ضعيفة ليه؟ قالك مش ضروري تعرف هي دولة ضعيفة ليه، هي مش من المقرر عليك، كفاية عليك دولة المماليك وخلاص. نبدأ بقى ان السلطان سليم الاول دلوقتي عايز يتجه ناحية الشرق. عشان ايه؟ علشان يوسع الامبراطورية بتاعته، وعلشان الدول دي دول ضعيفة فيقدر ان هو يسيطر عليها بكل سهولة. طب هيبدأ بالمماليك ولا هيبدأ بالصفوية؟ هيبدأ بالدولة الصفوية اللي هي إيران، وهيهزمهم في معركة اسمها جلديران. هيهزمهم في معركة اسمها ايه؟ جلديران، اللي هي كانت 1514، وهيقدر يخش عاصمتهم بكل سهولة اللي هي مين؟ تبريز. كده أبقى أخدت مين؟ خدت الدولة الصفوية. نبدأ بقى نتجه لدولة المماليك. أنا قلت لك إن هو كان هدفه يحتل مصر ومين؟ والشام. فقال لك السلطان سليم الأول كان عايز يجر شكل السلطان الغوري، فراح سيطر على إمارة ذي القادر. إمارة ذي القادر دي موجودة فين؟ موجودة في الشام. موجودة فين؟ موجودة في الشام. تمام قوي. دلوقتي سليم الأول سيطر على إمارة ذي القادر الموجودة في الشام. فأول ما السلطان الغوري عرف الموضوع ده خد الجيش بتاعه واتجه فورا عند المنطقة اللي فيها مين؟ اللي فيها سليم الأول. فالاتنين هيتقابلوا في حتة اسمها مرج ضابق. الاتنين هيتقابلوا في حتة اسمها ايه؟ مرج ضابق. هتكون سنة 1516 ميلاديا. هيتم فيها المعركة بين السلطان الغوري والجيش بتاعه والسلطان سليم الأول والجيش بتاعه. للأسف الكبير هيتم قتل السلطان الغوري، وهيتهزم المماليك وينتصر مين؟ وينتصر سليم الأول، وهتبقى كده الشام ولاية عثمانية. يبقى هو كده هيسيطر على الشام، يبقى أصبحت الشام ولاية عثمانية بعد معركة مرج ضابق. بعد ما السلطان الغوري مات عندك برضو سليم الأول ما استسلمش. أنا كده حققت أول حلم ليا وهو إن أنا خدت الشام. دلوقتي عايز بقى الحاجة الأصلية، الحاجة اللي أنا أصلا عايزها، اللي هي قلب العالم الإسلامي، وهي مين؟ وهي مصر. فقال لك هيبدأ يخش في معركة تانية ضد المماليك، والمعركة دي هتكون اسمها الريدانية، وهتكون سنة 1517. بس هيكون قائد المماليك في الوقت ده اسمه طومان باي، وبرضه هيتم هزيمة المماليك وقتل طومان باي وانتصار سليم الأول اللي هو انتصار العثمانيين. ووقتها تصبح مصر هي كمان ولاية ايه؟ عثمانية. وبعد ما خدت مصر والشام من دولة المماليك كده هيبقى دولة المماليك انتهت ايه؟ خالص. دولة المماليك هتنتهى، ولكن المماليك ذات نفسهم مش هينتهوا، الأشخاص ذات نفسهم هيفضلوا عايشين في مصر. السبب اللي خلى المماليك يتهزموا في المعركتين، ليه ما انتصروش ولا في معركة؟ قالك لأن الجيش العثماني ده كان متفوق عسكريا، معاه أسلحة وأساليب متطورة جدا، وكان المماليك أصلا ما فيش جواهم استقرار داخلي خالص، كان دايما في نزاع مستمر على السلطة بينهم. فأنا كان عندي سببين خلوا إن جيوش المماليك تتهزم قدام مين؟ قدام جيوش العثمانيين، وهو التفوق العسكري للجيش العثماني ان هو استخدم اسلحه متطوره، ونزاع المماليك المستمر على السلطه، وان هم ما كانش عندهم استقرار ايه؟ داخلي. طب ما النتائج بقى المترتبه على هزيمه الجيوش؟ يعني بعد ما المماليك اتهزمت ايه اللي هيحصل؟ قال لك 4 حاجات هتحصل. مصر هتتحول من دوله مستقله لولايه من ولايات الدوله العثمانيه، دي اول حاجه. هتنتقل خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية للدولة العثمانية. أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه، وكمان سيطر العثمانيين كده، يبقى هم سيطروا على العالم العربي من الاتجاهين، من الآسيوي ومن الأفريقي. يبقى دي النتائج مترتبة على هزيمة الجيوش المملوكية أمام الجيوش العثمانية. تحول مصر من دولة مستقلة لولاية من ولايات الدولة العثمانية، نقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية للدولة العثمانية. وأعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفيين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي، وسيطر العثمانيون على العالم العربي من الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. هيبدأ بقى مصر تكون دلوقتي ولاية عثمانية. مصر هتفضل ولاية عثمانية لمدة قد إيه؟ لمدة 4 قرون، والقرن ده يعني 100 سنة، يعني لمدة 400 سنة. هنتعرف دلوقتي بقى مصر في الوقت ده نظام الحكم فيها كان عامل ازاي، الحياة الاقتصادية عاملة ازاي، الحياة الاجتماعية فيها عاملة ازاي، الحياة الثقافية والفكرية.
مصر أول ما أصبحت ولاية عثمانية بقت معزولة عن كل المؤثرات الحضارية الحديثة الموجودة في أوروبا. أوروبا في الوقت ده كانت بتتقدم، كانت بتتطور، فكل مصر معزولة عن كل المؤثرات دي، ولا بيجي لها حد ولا بيطلع منها حد. قال لك هنبدأ الحياة السياسية اللي هو نظام الحكم. قال لك نظام الحكم في مصر في أثناء الدولة العثمانية كان بيتمثل عندي في 4 حاجات، في 4 أشخاص، وهم الوالي اللي هو الباشا اللي يمسك مصر، أو اللي هو يكون حاكم بدل السلطان العثماني في مصر، لأن السلطان العثماني هيكون قاعد في الدولة الأصلية اللي هي تركيا هناك، وسايب شخص هو اللي بيحكم مصر هنا، وتكون مصر تابعة للدولة العثمانية. الشخص اللي هيحكم مصر هو الوالي، وفترة حكمه ما كانش بتعدي من سنة ل3 سنوات. تاني حاجة اللي هو الديوان بتاع القاهرة. تالت حاجة الحامية العثمانية اللي هو الجيش. ورابع حاجة إدارة الأقاليم. الأقاليم دي يا ولاد أيام زمان كانت مصر متقسمة الأقاليم، دلوقتي مصر متقسمة المحافظات. وقال لك اللي هيدير الأقاليم ديت هيكون المماليك. هيكونوا مين؟ المماليك، يعني الأشخاص لسه هم موجودين. هي الدولة بتاعت المماليك انتهت ولكن الأشخاص لسه موجودين. قال لك بسبب ان السلطة كلها كانت في ايد الديوان والحامية العثمانية، لدرجة ان هم كانوا بيسيطروا هم على الباشا اللي هو الوالي، هم اللي كانوا يودوا القرار وقت هو بيوافق عليه غصب عنه، وان الوالي مدة حكمه ما بتعديش السنة واوقات ما بتعديش ال3. فالسببين دول خلوا ان نظام الحكم نظام ضعيف جدا جدا. فيجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثنايا عوامل ضعفه؟ بسبب أول حاجة قصر مدة حكم الوالي اللي هي بتتراوح من سنة ل3 سنوات، وزيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. قال لك بقى هيبدأ أشخاص من حكام المماليك اللي هم ماسكين الأقاليم يبدأوا يفكروا إن هم ينفردوا بحكم مصر. وأول شخص منهم هو اسمه علي بيك الكبير. علي بيك الكبير ده يا ولاد هينفرد فعلا بحكم مصر، ويكون الحاكم الفعلي لمصر عام 1768. وأول ما يكون الحاكم فعلا الفعلي لمصر في 1768 هيعمل 3 حاجات. أول حاجة إن هو هيتحالف مع حاكم جنوب الشام. الراجل بتاع حاكم جنوب الشام ده اسمه ظاهر العمر. تاني حاجة هيخضع الحجاز كلها لنفوذه. وتالت حاجة هيبعت النائب بتاعه اللي هو اسمه محمد بك أبو الدهب عشان يغزو الشام كلها، وقدر فعلا ان هو يخش دمشق اللي هي عاصمة الشام. يبقى تاني ايه الاعمال اللي عملها علي بيك اول ما بقى الحاكم الفعلي؟ تحالف مع حاكم جنوب الشام اللي هو الشيخ ظاهر العمر، أخضع الحجاز لنفوذه، وأرسل نائبه محمد بك أبو الدهب عشان يغزو الشام، وقدر فعلا يخش دمشق. للأسف هيقدر يتواصل السلطان العثماني مع محمد بك أبو الدهب وهو في دمشق، ويبدأ يغريه بالحاجات ويقول له سلمني بس مصر ويقف معايا وانحاز معايا ضد علي بيك الكبير، وانا هخليك انت الحاكم لمصر. فطبعا محمد بك أبو الدهب ضر في الحاجات اللي السلطان العثماني قالها له، وكان الحاكم بتاعه علي بيك الكبير. كده مصر هترجع تاني ولاية عثمانية، وهتفشل حركة علي بيك الكبير. بما تفسر فشلت حركة علي بيك الكبير؟ قالك بسبب انحياز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني، واتفق معاه ضد علي بيك الكبير. فهتعود مصر تاني ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد اللي هو محمد بك أبو الدهب. بالنسبة للحياة الاقتصادية، كلمة حياة اقتصادية يعني أنا هتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة. قالك ال3 كانوا متدهورين جدا في عهد الدولة العثمانية. بالنسبة للزراعة، أول حاجة طبقوها في الزراعة وهي حاجة اسمها حق الانتفاع. يعني إيه حق الانتفاع؟ يعني الأراضي الزراعية كلها هتكون ملك لمين؟ للدولة. وبالنسبة للفلاحين، الدولة العثمانية هتكلف الفلاحين إن هم يزرعوها، بس مالهمش الحق إن هم يتصرفوا فيها. يبقى حق الانتفاع، الأرض هتكون ملك للدولة، وهي اللي هتكلف الفلاحين إن هم يزرعوها، بس مالهمش الحق في التصرف فيها. بيقول لي ما المقصود مثلا بحق الانتفاع؟ هو انتفاع الفلاح بزراعة الأراضي وليس له حق التصرف فيها. قالوا ماشيين على الموضوع ده لغاية منتصف القرن ال17. هيبدأ في نص القرن ال17 الدولة العثمانية تضعف جدا جدا جدا، فيبدأوا يعملوا حاجة اسمها نظام الالتزام. يعني دلوقتي أول حاجة عملنا حق الانتفاع، في أواخر ومع ضعف الدولة العثمانية هنبدأ نعمل حاجة اسمها نظام الالتزام. يعني إيه نظام الالتزام؟ يعني في شخص هو اللي هيدفع الضرائب كلها للدولة العثمانية،
ويروح هو بقى يلمها من الفلاحين، يلمها بقى أضعافها 3 أضعافها، يعذبهم، يلمها بالطريقة اللي تعجبه. المهم إن هو يكون دفع الضرائب كلها المستحقة على الفلاحين للدولة العثمانية، ويروح هو بطريقته الخاصة يروح يلم الضرائب دي من الفلاحين. فكان بيعامل الفلاحين معاملة ظالمة جدا جدا جدا، خلى الزراعة تتدهور في مصر. يوم قايل لي بما تفسر تدهور الزراعة المصرية في عهد العثمانيين. أول حاجة قال الفلاحين الضرائب الكتير اللي كانت الدولة العثمانية بتفرضها على الفلاحين، شدة تعسف وظلم الملتزمين في جمع الضرائب اللي هو نظام الالتزام. الناس الملزمة بعد ما بتدفع الضرائب للسلطان العثماني واللي بتكون ملزمة هي بقى في جمع الضرائب، بيعاملوا المصريين معاملة صعبة جدا. الطبقة الحاكمة اللي هو السلطان العثماني أصلا ما كانش مهتم نهائي أن هو ينظم الري ولا يعمل سدود ولا يحفر ترع عشان الزراعة. فالثلاث أسباب دول تسببوا في تدهور الزراعة. تاني حاجة، طب هي الزراعة متدهورة، الصناعة تكون مزدهرة يعني؟ لا، يبقى أول سبب يخلي الصناعة متدهورة وهي تدهور الزراعة. ده مش كده وبس، ده بدأوا ياخدوا الحرفيين والناس اللي بتصنع بطريقة مهرة ويودوهم للعاصمة بتاع الدولة العثمانية وهي الأستانة. عندي سببين خلوا الصناعة تتأخر أو تتدهور في عهد الدولة العثمانية، وأول حاجة هو تدهور الزراعة، تاني حاجة انتقال الحرفيين والصناع الماهرة للأستانة عاصمة الدولة العثمانية. فكل الصناعات هتبقى يدوية وبقى بسيطة، فطبعا مادام يدوية وبسيطة مش معتمدة على المصانع يبقى أكيد هتكون رديئة وسيئة. تالت حاجة التجارة هقسمها لقسمين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. لو أنا هعمل بين المحافظات الموجودة جوه مصر هتكون تجارة داخلية، لو هعمل بين مصر ودولة بره هتكون تجارة خارجية. وقال لك الاتنين كانوا متدهورين، ما دام الزراعة والصناعة متدهورة أختها يعني هي اللي هتكون مزدهرة، فالتجارة كمان هتكون متدهورة. طب إيه الأسباب يا مس اللي تخلي التجارة الداخلية متدهورة، ثم نشوف التجارة الخارجية هتكون متدهورة ليه؟ قال لك التجارة الداخلية كانت متدهورة أول حاجة بسبب إن الزراعة والصناعة متدهورة، تاني حاجة افتقاد الأمن، تالت حاجة عدم الاهتمام بالطرق البرية. الطريقة ماشية عليه بتكسر لأنهم ما كانوش مهتمين بالطرق البرية دي نهائي، كل اهتمامهم كان بالطرق البحرية. وكان في دايما غارات للبدو بتوع الصحراء، كانوا يضغطوا على الناس التجار دولت ويسرقوا منهم الحاجات. بالنسبة للتجارة الخارجية فهي كانت متدهورة. أول حاجة قلناها في المماليك وهو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، لقى كده الطريق التجاري بين الشرق والغرب هيتحول لطريق رأس الرجاء الصالح، ما عادش هيخشوا في البحر المتوسط ولا في البحر الأحمر، كلهم هيعدوا من طريق رأس الرجاء الصالح. تاني حاجة الدولة العثمانية هتمنح الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. فأنا عندي سببين هيدهوروا التجارة الخارجية، وهي تحول الطريق التجاري من الشرق والغرب لطريق رأس الرجاء الصالح، وإن الدولة العثمانية هتمنح الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. طب بالنسبة للحياة الاجتماعية قال لك كانت عبارة عن طبقات، طبقة للحكام وطبقة للمحكومين اللي هي الطبقة اللي هي الوسطى يعني والدنيا والناس الفقيرة والكلام ده. قال لك طبقة الحكام ديت، الحكام كانت في ايد شخصين، يا اما الاتراك اللي هم تبع الدوله العثمانيه الاصليه، يا اما المماليك. يبقى الحكام كانوا متركزين في كام حاجه؟ في 2، يا اما الاتراك يا اما يكونوا مماليك. المحكومين بقى اللي هم كانت عباره عن طبقه وسطى وطبقه دنيا. الطبقه الوسطى دي اللي هم علماء الازهر والمشايخ ورجال الدين وكبار التجار. بالنسبه للطبقه الدنيا بقى اللي هم الفلاحين وعيالهم الصغيرين والشعب والناس اللي هي الفقيره دي. طبعا الطبقه دي كان فيها فقر وظلم وامراض كتير جدا، لان ما كانش في اي حد مهتم بيها، كان كل الاهتمام بطبقة الحكام وشوية بالطبقة الوسطى. أنا قلت لك من بداية الدولة العثمانية هتبدأ تكون مصر دولة معزولة عن عن المؤثرات الحضارية نهائي. فالحياة الثقافية والفكرية هل هتكون مزدهرة؟ لا، هيكون فيها جمود وتخلف. ليه؟ بسبب العزلة اللي فرضها مين؟ العثمانيون. طب ايه اللي حصل لما الحياة الثقافية والفكرية اتدهورت؟ قالك أول حاجة مكانة الأزهر العلمية اهتزت. تاني حاجة اقتصار الاهتمام بالعلوم على العلوم الشرعية بس، ما عادش مهتمين غير بالعلوم الشرعية، ما عادش فيه اهتمام بالعلوم العقلية ولا بالرياضة ولا بالطبيعة ولا بالطبيعة ولا الكلام ده كله. الحياة الأدبية اتدهورت، بدأ ينتشر الدجل والشعوذة والخرافات وبقى في جهل بين كل الناس. يبقى ما النتائج مترتبة على تدهور الحياة الثقافية والفكرية؟ أول حاجة مكانة الأزهر اهتزت، تاني حاجة الاقتصار بقى على العلوم الشرعية فقط، تدهورت الحياة الأدبية وانتشر الدجل والشعوذة والخرافات والجهل. نبدأ في الدرس الثاني. بالنسبة للدول الأوروبية هناك بدأ يحصل صراع وتنافس بين دولتين، إنجلترا وفرنسا،
في القرن الايه بقى، في القرن ال17، وفضل مستمر طول القرن ال18. الاتنين عايزين يجي يحتلوا مصر. قال لك فرنسا تبدأ تعمل حملة عشان تيجي تحتل مصر والشام، ويكون القائد بتاع الحملة ده شخص اسمه نابليون بونابرت. الحملة هتيجي في السر عشان انجلترا ما تعرفش بيها نهائي. طبعا السبب الأساسي اللي الحملة الفرنسية كانت جاياله بقلب جامد من غير ما تخاف، إن هي قدر يوصل لها تقارير إن الأوضاع السياسية والداخلية في مصر متدهورة جدا في عهد الدولة العثمانية، فهم استغلوا الوضع وقالوا لك وهي ضعيفة كده نقدر نروح نستولى عليها. لكن كان عندهم 3 أسباب رئيسيين. أول حاجة، فرنسا عايزة تعوض فقدان مستعمراتها. انجلترا اللي هي بريطانيا ديت استولت على مستعمرات كتير من فرنسا. فرنسا متعصبة جدا وعايزة تعوض المستعمرات اللي هي خسرتها بسبب انجلترا دي. تاني حاجة، عايزة تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. انجلترا كانت دايما بتعمل علاقات تجارية وبتروح تجيب ثروات من الهند، فعاملة لها هناك مستعمرات. فهي بالنسبة لفرنسا متغاظة جدا من انجلترا، تعوض فقدانها عن مستعمرتها بان هي تحتل مصر والشام، وتقطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند خالص. عشان كده انا اكون ماسك مين؟ مصر، الطريق اللي هم بيعدوا فيه هم رايحين للهند. وتالت حاجة، تكون هي كده عملت لها مستعمرة فين؟ في الشرق. يبقى أسباب الحملة بتاعت نابليون بونابرت اللي هي الحملة الفرنسية إن فرنسا عايزة تعوض عن فقدان مستعمراتها وتقطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند، وتنشئ مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مين؟ مصر. هيبدأوا بقى إن هم يعدوا للحملة ديت بعد ما بدأوا يفكروا وبدأوا إن هو يوصل لهم التقارير إن كل حاجة بايظة. نابليون مش هيروح لوحده هو والجيش، هياخد معاه علماء كتير في كل المجالات، في العلوم والفنون وفي كل المجالات. طب ايه السبب اللي يخليه ياخد علماء معاه في مختلف المجالات؟ قالك عشان يقدروا يدرسوا احوال مصر من كل النواحي. لما يقدروا يدرسوا احوال مصر من كل النواحي هيقدروا ان هم يستغلوا مواردها. فده كان دماغ مين؟ دماغ نابليون. ما هو شخص فرنسي بقى، شخص اجنبي. وطبعا مش كده وبس، ده خد معاه كمان مطبعتين، واحدة عربية وواحدة فرنسية، عشان يقدر يطبع المنشورات للأهالي قبل ما يوصل لهم. ما أنا مش هاخد الجيش بتاعي واروح على طول على مصر كده وافاجئهم إن أنا هحتلهم، ده أنا لازم أخلي الناس تحبني قبل ما أروح لهم. بدأ بقى يكتب لهم المنشورات ويبعتها للأهالي ويطبعها بالمطبعة ديت قبل ما يوصل لمصر. بيبعتها لمين؟ بيبعتها لأهل اسكندرية. المنطقة اللي هيطلع منها نابليون من فرنسا اسمها ميناء طولون. كلمة ميناء يعني المكان اللي بتقف فيه السفينة في البحر. ميناء طولون. هيفضل ماشي لغاية ما يوصل لأول مدينة في مصر وهي مدينة الإسكندرية. ولكن الأهالي تقف بزعامة السيد محمد قريم مع بعضها عشان يوقفوا قوات الاحتلال ديت إن هي تخش اسكندرية. لكن القوات الفرنسية اعتقلوا محمد قريم وأعدموه بالرصاص في 1798، الله ينتقم منه. يبقى دلوقتي أول مدينة وصلوا ليها في مصر هي مدينة اسكندرية. اللي وقف في وشهم كان محمد قريم، ولكن هم اعتقلوا. اللي وقف في وشهم عشان الاسكندرية ويخلي قوات الاحتلال ما تقدرش تخشها كان محمد قريم، ولكن هم اعتقلوه وقتلوه بالرصاص في 1798. طبعا مين عندك اللي ماسك مصر؟ ماسك مصر الدولة العثمانية. ومين اللي ماسك الأقاليم اللي جوه مصر؟ المماليك أول ما عرفوا إن الفرنسيين دخلوا اسكندرية وهيبدأوا إن هم يحتلوا مصر، جروا علشان يمنعوا مين؟ الفرنسيين. فهتلتقي قوات المماليك مع قوات الفرنسيين في معركة اسمها شبرا خيط في 1798. المعركة بتاعت شبرا خيط ديت نتائجها هتكون إن المماليك هيتهزموا، وبعد ما يتهزموا هيفروا للجنوب تحت عشان يبدأوا يدافعوا عن القاهرة ويعملوا تحصينات هناك في القاهرة، في بداية القاهرة عند منطقة إمبابة. يبقى معركة شبرا خيط كانت بين المماليك الفرنسيين، كانت نتائجها ان المماليك اتهزمت وفروا للجنوب عشان يقدروا يدافعوا عن بلدهم اللي هي القاهرة في منطقة اسمها إمبابة. طبعا الفرنسيين برضو راحوا ووصلوا لمنطقة إمبابة. هيبدأ الخناق بين المماليك والفرنسيين في هذه المعركة في 1798. المماليك حاولت بكل الطرق ان هي تمنع الفرنسيين ان هم يخشوا القاهرة، ولكن الفرنسيين بسبب الأسلحة المتطورة اللي معاهم قدروا ان هم يهزموا المماليك فعلا ويقتلوهم. كان في المعركة دي قواد، واحد اسمه مراد بك وواحد اسمه إبراهيم بك. مراد بك أول ما لقى المماليك بتتهزم واتقتلت جرى للصعيد
وابراهيم بك خد الوالي العثماني يجروا لفين؟ للشام. يبقى النتائج مترتبة على معركة إمبابة إن المماليك اتهزمت، وان مراد بك فر للصعيد، وابراهيم بك ومعاه الوالي العثماني فروا لفين؟ للشام. طب ايه السبب اللي خلى المماليك تتهزم في شبرا خيط وفي امبابه الاثنين؟ ليه ما انتصروش في اي واحده؟ قال لك لان المماليك كانت معتمده على الفروسيه، لكن الفرنسيين كانوا بيعتمدوا بقى على المدافع والمعدات الحديثه بقى والاسلحه، ففي ثانيه يقتلوه. هو انت بقى عشان شخص شجاع وماسك لي سيف وجاي لي هتقدر تقتلني؟ لا طبعا، لازم يكون معاك اسلحه متطوره ومسدس يطخ الطلقه تقتلني قبل ما اوصل لك. برضه ما قلنا ان المماليك اتهزمت قدام السلطان العثماني سليم الاول، برضه عشان السلطان العثماني برضه سليم الاول كان متفوق عليهم في الاسلحه المتطوره والتفوق العسكري برضه. يبقى المماليك دايما في المعارك اللي بيدخلوها بيتهزموا بسبب ان هم معهمش اسلحه متطوره، ان هم بيعتمدوا على ايه؟ على الفروسيه، على الشجاعه بتاعتهم، ان هم يكونوا ماسكين السلاح، وان هم كده يقدروا يقتلوا فعلا العدو. وقدر الفرنسيين يخشوا القاهرة بعد معركة مين؟ إمبابة. ولما دخلوا عملوا حاجة بقى عشان يخلوا الناس يحبوهم وما يطلعوهمش من ايه؟ من مصر. ان هم امنوا العلماء والمشايخ في الجامع الازهر على ارواحهم واموالهم، قالوا لهم ما تخافوش، احنا مش هنعمل لكم حاجة ومش هنسحب منكم فلوس والكلام ده، يعني ايه؟ يضحكوا عليهم، لانه في الاخر هيدمروهم ويدمروا كل حاجة. طبعا اللي عرف ان الفرنسيين دلوقتي سيطروا على مصر هي اللي كانت عامله معاه صراع من الاول وبتكرهها، وهي مين؟ الانجليز. فاتفاجئوا بقى، يعني فرنسا وصلت مصر وكمان احتلتها من ورايا في السر. طب اصبري بقى، انا جايلك يا فرنسا اخد مصر منك. فالانجليز هيخشوا في معركه ضد الفرنسيين، هتكون في مكان اسمه ابي قير البحريه. هتكون في مكان اسمه ايه؟ ابي قير البحريه، ومن اسمها كده هيكون في البحر. الاسطول الانجليزي اللي هيكون ماسكه شخص اسمه نيلسون، القائد بتاعه يكون نيلسون. وطبعا الحمله الفرنسيه زي ما هي بقياده نابليون بونابرت. اللي هيبدأ يحصل ان الانجليز اللي هم بقيادة نيلسون هيبدأوا يغرقوا الاسطول بتاع الحملة الفرنسية في الخليج بتاع ابي قردة. هيبدأوا ان هم يحاصروا الشواطئ مصر الشمالية كلها، هيحاصروا شواطئ مصر الايه؟ الشمالية. يبقى انت عندك هيغرقوا اسطول الحملة الفرنسية ويحاصروا شواطئ مصر الايه؟ الشمالية كلها. طب ايه النتائج المترتبة على محاصرة الاسطول الانجليزي شواطئ مصر الشمالية؟ كده الانجليز قضوا على امال فرنسا نهائي ان هم يسيطروا على سواحل البحر المتوسط، لان دلوقتي سواحل البحر المتوسط كلها تحت قياده مين؟ انجلترا. وانجلترا قبل كده قدرت تاخد مني المستعمرات بتاعتي بكل سهوله، فانا هقدر اخش معاها واخدها منها؟ لا. تاني نتيجة حرمان الحملة في مصر من امتدادات فرنسا لها. الامتدادات اللي فرنسا الدولة الأصلية فوق كانت بتبعتها للحملة في مصر كانت بتيجي عن طريق البحر المتوسط. طب دلوقتي الإنجليز مسيطرين على البحر المتوسط، هيعرفوا يبعتوا امتدادات؟ لا، الإنجليز طبعا هتوقفهم. وكمان الجنود الفرنسيين هيبدأوا يشعروا ان هم متحصرين، كأنهم محطوطين في سجن وحد قاعد بيراقبهم. والتجارة الخارجية هتبدأ ان هي تتوقف. قلت لكم من شوية كلمة تجارة خارجية يعني بين مصر ودولة بره. يبقى تاني ايه النتائج اللي ترتبت على موقعة ابي قير البحرية؟ ان الاسطول الانجليزي حاصر شواطئ مصر الشمالية كلها. الحركة دي قدر ان هو يقضي على امال فرنسا ان هي تسيطر على سواحل البحر المتوسط، حرم الحملة من امتدادات فرنسا لها. والجنود الفرنسيين بدأوا ان هم يشعروا ان هم محاصرين داخل مصر، وحركة التجارة الخارجية بدأت تتوقف خالص. هيبدأ الفرنسيين يحتلوا باقي مصر، هيروحوا الصعيد عشان يحتلوها، ولكن أبناء الصعيد هيقفوا مع بعض وقفة رجال على رأي ما بيقولوا، ويقدروا فعلا إن هم يخلوا الحملة الفرنسية تفشل. فالحملة الفرنسية مش هتقدر إن هي تخضع الصعيد، مش هتقدر إن هي تسيطر على مين؟ على الصعيد. ليه؟ لأن الصعيدين دول كانوا أشخاص أقوياء، كانوا متحدين مع بعض، بدأوا إن هم يعملوا حروب ضد الحملة الفرنسية ويعملوا معارك متفرقة لغاية ما خلوا قوة الفرنسيين تضعف جدا جدا جدا. الحروب دي كانت على طول الوادي، يعني على الطول بتاع نهر النيل كله. كل شويه لو حد نطط لهم من حته وبيحاربهم كل شويه، فما كانوش واقفين كلهم مع بعض، كانوا مقسمين بعض ان كل واحد يقف في منطقه. فالفرنسيين كل ما يحاربوا حد يلاقوا حد من الناحيه التانية، كل ما يحاربوا حد يلاقي حد نطط لهم من الناحيه التانية. فالقوه بتاعتهم بدات ان هي تضعف من كتر ما حاربوا مين؟ الصعيديين. وفي الحمله بتاعت نابليون على الصعيد فشلت، وده هيخلي ان الروح القوميه والوعي القومي والشعور الوطني عندهم يبدا يتعاظم الاحتلال الفرنسي، ويبدأوا يعملوا ثورة تانية وهي ثورة القاهرة
الأولى. بدأ نابليون يفرض ضرائب كتير على المصريين، ويبدأ يفتش البيوت عشان ياخد الفلوس اللي فيها، ويبدأ يهد البيوت اللي في الحارات، ويبدأ يهد آثار كتير ومساجد ومباني. فالمصريين هيبدأوا إن هم يتعصبوا جدا، فيعملوا ثورة اسمها ثورة القاهرة الأولى. إيه أسباب ثورة القاهرة الأولى؟ فرض نابليون الضرائب الفادحة، تفتيش البيوت بحثا عن الأموال، هدم أبواب الحارات عشان يطارد عناصر المقاومة، وهدم كتير جدا من المباني والآثار والمساجد. فدي الأسباب اللي خلت المصريين يعملوا ثورة القاهرة الأولى. ثورة القاهرة الأولى كانت المركز بتاعها اللي بيقعدوا فيه القواد هناك يتفقوا، وهو الأزهر الشريف. أحداث الثورة ديت إن المقاومة بدأت تزيد أكتر وأكتر، وبدأت الثورة ما عادش في القاهرة وبس، ده بدأت تمتد كمان الأقاليم اللي جنب القاهرة. قلنا كلمة أقاليم يعني محافظات، فبدأت تمتد في المحافظات كمان اللي جنب القاهرة. قدروا إن هم يقتلوا الحاكم بتاع مدينة القاهرة الفرنسي. فأول ما قتلوا حاكم مدينة القاهرة اللي هو الشخص الفرنسي، قوات الاحتلال استخدموا سياسة الإرهاب والقمع والقتل، عذبوا المصريين تعذيب جامد جدا عشان يقدروا يخمدوا الثورة. الجنود الفرنسيين عملوا حركة زبالة زيهم، إنهم دخلوا الجامع الأزهر بالخيول بتاعتهم، وده خلى المصريين يتعصبوا جدا. الشعور الديني جواهم بدأ إن هو يفور. نتائج المعركة دي للأسف المصريين ما قدروش يحققوا الهدف بتاعهم، لأن اتعدم كتير جدا من الأهالي والثوار اللي عملوا الثورة ديت، واتفرض غرامات أكتر من الأول على التجار والعلماء. والقوات الفرنسية قدرت إن هي تحصن مدينة القاهرة. يبقى النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى هي إعدام الكثير من الأهالي والثوار، فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، وإن شروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. طبعا اللي كان السبب اصلا في ثوره القاهره الاولى ده، واللي شجع المصريين اكتر ان هم يعملوا ثوره القاهره الاولى دي، كان العلماء ورجال الازهر الشريف. كانوا بيستغلوا الشعور الديني جوه الناس عشان يزودوا نمو الوعي عند المصريين، ويقاوموا ضد مين؟ ضد الاحتلال. الفرنسيين بقى بعد خلاص ما اطمنوا ان هم خدوا مصر، بدأ يفكروا ان هم يروحوا لفين؟ للشام. فبدأ نابليون ده يقرر ان هو يعمل حملة فرنسية على مين؟ على الشام. أهدافه كمان إن هو يبعت حملة على الشام، إن الدولة العثمانية اتحالفت مع الفرنسيين بيكرهوها اللي هي إنجلترا، واتحالفت مع روسيا عشان يقدروا يطلعوا الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. فالفرنسيين اتعصبوا طبعا، يعني انتوا رايحين تتحالفوا مع ناس أنا بكرهها عشان تطلعوني من مصر، طب أنا هعمل بقى حملة على الشام واخد كمان الشام منكم مش مصر بس. فبدأ إن هم يجهزوا الحملة عشان يروحوا بيها فين؟ على الشام. وفي نفس الوقت الدولة العثمانية عملت حملتين علشان يطلعوا الفرنسيين من مصر. حملة برية يعني عن طريق الجمال بقى والحاجات ديت. الحملة البرية هتيجي من الشام، من الشرق عن طريق الشام، والحملة البحرية هتيجي من جزيرة رودس من الشمال فوق. يبقى البرية هتيجي من الشام من الشرق، لكن البحرية هتيجي من جزيرة رودس لفين؟ من الشمال فوق. نابليون بقى هيبدأ يطلع بالقوات بتاعته من عند العريش الموجودة في مصر عشان يروح للشام ويقدر يحتلها، عشان هو اتعصب من العثمانيين انهم حلفوا مع مين؟ مع انجلترا وروسيا. هيبدأ يطلع من العريش في 1799 عشان يقضي على الجيش العثماني خالص قبل ما يجي مين؟ قبل ما يجي مصر. وهو ماشي كده لقى في وشه مدينة غزة، سيطر على غزة. هيسيطر على غزة، ثم بعد غزة هنلاقي مكان اسمه يافا. أهالي يافا ما وافقوش ان هم يسلموا يافا لنابليون. فضل نابليون محاصر يافا دي حصار شديد جدا، وبدأ بقى يبعت لهم انا مش هعمل لكم حاجة، انا مأمنكم على اموالكم وارواحكم، وفضل يضحك عليهم بالكلام. لغاية بعد حصار شديد جدا قدر نابليون فعلا ان هو يخش لفين؟ يخش يافا. اول ما خش يافا يا ولاد ارتكب جريمة بشعة، حرق يافا كلها وقتل كل البشر اللي في يافا. فبعتبرها مذبحة يافا. مذبحة ايه؟ يافا. ليه؟ بسبب الجريمة اللي عملها نابليون. هو أول ما دخل يافا قتل كل الأهالي اللي جوه، بعد ما ضحك عليهم وقال لهم أنا مأمنكم على أرواحكم، وقتل كل الناس وولع في المدينة كلها. فبعد يافا مدينة اسمها عكا. فعكا بقى كان القائد بتاعها واحد اسمه أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار كان قائد لمدينة عكا. فنابليون بعد ما طلع من يافا ورايح على عكا، برضو اهالي عكا ما وافقوش ان هم يسلموا مدينتهم. بدا يضحك برضو عليهم بالكلام، انا هامنكم على ارواحكم واموالكم والكلام العبيط ده. ولكن الكلام ده كله ما دخلش على دماغ احمد باشا الجزار، لانه خلاص عرف اللي حصل في يافا، وعرف ان هو حرق الناس ازاي، وعرف التدمير اللي عمله في يافا. فهو متاكد ان هم لما يسلموه عكا برضو هيعمل فيها نفس اللي عمله في يافا.
فبدأ أحمد باشا الجزار بدأ يفكر يعمل إيه. بدأ يطلب من الأسطول الإنجليزي إنهم يبعتوا له المؤن والذخائر وإيه ويمدوه بالأسلحة والكلام ده. وفعلا الأسطول الإنجليزي عشان بيكره الفرنسيين بدأ يبعت المساعدات لأحمد باشا الجزار عن طريق البحر، المؤون والذخائر والأسلحة، وقدروا ان هو يفضلوا محصنين المدينه بتاعتهم. ونابليون فعلا ما قدرش انه يخش على مدينه عكا. طب هو ما دخلش على عكا، هيقدر يخش على الشام؟ لا، لازم يعدي عكا عشان يقدر يخش على الشام. فكده الحمله الفرنسيه فشلت على فين؟ على الشام. وهيضطر نابليون انه يرجع مصر تاني. يا دوب اول ما رجع له حمله، التقت الحملة دي مع الحملة الفرنسية في مكان اسمه أبيقر البري. يبقى دلوقتي الأسطول العثماني والحملة الفرنسية هيخشوا في معركة اسمها أبي قير البرية. نتائج المعركة ديت إن القوات العثمانية اتهزمت. يبقى القوات العثمانية اتهزمت، هزيمة القوات العثمانية. قالك بقى في الوقت ده بعد ما هزم القوات العثمانية بدأ يوصل هناك إن فرنسا بتتعرض للهجوم، وإن فرنسا فيها أزمات كتير ومتدهورة والدنيا بايظة هناك في فرنسا. فقرر إن هو يسافر يروح فرنسا بلده. طب هو لو سافر مش العثمانيين وإنجلترا هيستغلوا الموضوع يجي يحتلوا مصر؟ قال لك أنا هسافر في السر من غير ما أي حد يعرف نهائي، وهخلي واحد يمسك مصر مكاني هو كليبر. هو مين؟ كليبر. يبقى اللي يتولى مكان نابليون بونابرت هو مين؟ كليبر. قال لك يا ولاد كليبر ده كان من ضمن الناس اللي عايزين الحملة الفرنسية تطلع من مصر. طبعا هي مش حبا في مصر ولا أي حاجة، الأسباب اللي كان عايز الحملة الفرنسية تطلع من مصر عشانها لأنه هو شخص عاقل، شخص فاهم، شخص أدرك إن أول حاجة الجنود عندنا قليلة جدا بسبب كتر المعارك اللي احنا دخلناها وفي حروب داخلية وخارجية في البلد. الدولة العثمانية بدأت تعمل حملة تانية للعريش ودمياط، المماليك رجعوا تاني يقاوموا، الثورات المصرية في الشرقية اتجددت تاني، وكمان بقى في كمان ثورات في وسط الدلتا وغربها. فقال لك كل الأسباب ديت هتخلينا نتهزم في الآخر، وهيحبسونا وهياخدونا كأسر حرب. فاحنا نرجع بلدنا بكرامتنا. كليبر كان من أنصار جلاء الحملة الفرنسية عن مصر، يعني إن الحملة الفرنسية تطلع من من مصر. إيه الأسباب اللي خلته إنه يفكر في كده؟ أول حاجة تناقص عدد الجنود بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية، إن الدولة العثمانية بعدت حملة تانية للعريش ودمياط، وإن المماليك رجعوا تاني يقاوموا، وإن ثورات المصريين اتجددت تاني في الشرقية وامتدت لوسط الدلتا وغربها. فراح كليبر بكل احترام يتفاوض مع الدولة العثمانية ودي حاجة هنسميها اتفاقية العريش في 1800 ميلادية. قال لك بدأ يتكلم معاه ويقول له ان هو فعلا هيطلع من مصر، ولكن على نفقة الدولة العثمانية. لغاية ما نوصل بلدنا فرنسا بسلام انتوا لا تنفقوا كل جنيه لغاية ما نوصل على كل الاحتياجات اللي احنا عايزينها. طبعا العثمانيين قالوا له ماشي احنا موافقين. فبالنسبة للدولة العثمانية كانت حليفة لمين؟ لإنجلترا. مش هي كانت متحالفة مع إنجلترا عشان طلع الفرنسيين من مصر؟ فقال لك إنجلترا لما عرفت الموضوع ده بعتت للعثمانيين في ثانية وقالت لهم يا عثمانيين ما توافقوش على الموضوع ده، مش هاخد الفرنسيين غير كأسر حرب زي الكلاب اللي ملهمش لازمة كده. طبعا كليبر لما عرف الموضوع ده اتعصب جدا وقال لهم أنا مستحيل أسلم نفسي كأسر حرب، أنا مستعد أخش معاكم في معركة يموت يفضل حاكم هنا في مصر، لكن أنا مستحيل أسلم نفسي كأسر حرب. وفعلا هيخشوا في معركة مع كليبر، وكليبر يهزمهم هزيمة صعبة، هيرجعهم للشام تاني متقهقرين، هيندموا على اليوم اللي رفضوا فيه انه يطلع من مصر. كده يبقى كليبر هيفضل قاعد فين؟ هيفضل قاعد في مصر. هيبدأ بقى المصريين ان هم برضو هيبدأوا يعملوا ثورة تانية. الثورة دي يكون مركزها حي بولاق، واسمها بقى ثورة القاهرة التانية، عشان طلبوا ان الفرنسيين يطلعوا من مصر. اللي هيكون قائد الحملة دي هيكون واحد اسمه عمر مكرم. طبعا الثورة تشتد جدا، ولكن كليبر هيروح يدمر حي بولاق خالص ويفرض الضرائب اكتر واكتر وياخد كل فلوسهم ويعاقبهم معاقبة سيئة جدا. دي بالنسبة لثورة القاهرة التانية، ان مركزها حي بولاق، ان القائد بتاعها عمر مكرم. كليبر لما يعرف الموضوع ده هيروح يخمد الثورة ويفرض عليهم الضرائب ويصادر كل امواله. قال لك كليبر في يوم من الايام وهو بيتمشى كده في قصر بيته، كان في واحد اسمه سليمان الحلبي. الراجل ده سوري، اشترى خنجر وهو كان جاي عشان يتعلم في الازهر الشريف عادي جدا، ولكن هو سمع الظلم اللي بيحصل له المصريين وهو قاعد بيتعلم في الازهر الشريف. فقال لك انا لازم احرر المصريين دول. فخد الخنجر بتاعه اللي هو كان شاريه وهو جاي،
وراح للقصر بتاع كليبر وادعى ان هو شخص غلبان. واول ما كليبر جه يقرب منه قام جاي سليمان رازع الخنجر في قلب كليبر، مش مره واحده كمان، ده رزع الخنجر 3 مرات ورا بعض. واصلا بيقولوا لك ان من اول مره كان كليبر مات، يبقى كليبر هيموت على يد واحد اسمه سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده شخص سوري كان جاي عشان يتعلم في الايه، في الازهر الشريف. كليبر مات، ينفع مصر تفضل من غير حاكم، من غير والي؟ قال لك لا، اللي هيتولى حكم مصر في الوقت ده هو شخص اسمه مينو. شخص اسمه ايه؟ مينو. مينو ده بقى كان حابب مصر جدا وعاوز يحول مصر دي لمستعمرة فرنسية كبيرة، وبدأ يحط الخطط ويصلح الزراعة ويصلح مجال الصناعة ويصلح التجارة المدهورة والصحة والنظام القضائي، وبدأ ينظم كل نواحي الحياة الموجودة في مصر. ولكن انجلترا هتبعت اسطول لأبي قير، تمام، هي والجيش العثماني هم متفقين مع بعض عشان يخرجوا الايه، الفرنسيين. طبعا في الوقت ده القوات المصريه كانت ضعيفه جدا وعدد الجنود قليلين جدا من كتر المعارك، وما كانوش قد الحمله للانجليز باعتينها دول. فاضطر مينو ان هو يستسلم ويغادر منين، من مصر. هيغادر مصر في 1801، وكده يبقى الفرنسيين طلعوا من مصر. قالك الحملة الفرنسية دي بقى طول الفترة اللي هي قعدت فيها في مصر دي أثرت في حاجات كتير جدا في المصريين. أثرت إن هي تخلي الروح القومية عند المصريين عالية. بقى المصريين كل تفكيرهم إنهم من حقهم يكونوا ناس حريين، من حقهم إنهم اللي يختاروا مين اللي حاكمهم. تاني حاجة، عملت أعمال كتير جدا. هم اللي قدروا يحفروا قناة السويس، لأنهم درسوا إزاي يشقوا قناة تربط بالبحرين الأحمر والمتوسط. قدروا يعملوا مجمع العلم المصري، ألفوا كتاب اسمه وصف مصر، قدروا يكتشفوا حجر رشيد والكلام اللي كان مكتوب عليه قدر يعرفنا على التاريخ المصري القديم. خلت الدول الأوروبية كلها تعرف قد إيه مصر دي موقعها متميز، وبالذات إنجلترا. نابليون بونابرت ده لما كان ماسك الحكم عمل دواوين لكل الأقاليم، وأشهر ديوان اللي هو ديوان القاهرة. ليه كان عامل الدواوين دي؟ ليه؟ عشان يدرب الناس الغنية والعلماء المصريين إزاي يتعاملوا في نظام مجالس الشورى، إزاي لما أقعد معاك واجي أقول لك موضوع خد رأيك ده في طريقة إيه تنفع البلد. كمان أثروا في الزراعة، إنهم نوعوا في المحاصيل الزراعية وعملوا مشاريع للري. كمان بالنسبة للصناعة عملوا مصانع للنسيج، عملوا مصانع دقيقة جدا للدباغة، وعملوا مصانع عشان الحروف بتاعة الطباعة. بالنسبة للتجارة فتحوا أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفورد في السودان والحبشة وشمال كمان أفريقيا. وبالنسبة للصحة عملوا محاجر اللي هي مستشفيات كتير في القاهرة، وعملوا في مدن كتير جدا غير القاهرة. نبدأ في الدرس الثاني ان دلوقتي مصر طلعت منها الحمله الايه، الفرنسيه. طب هي مصر دلوقتي هترجع لايه؟ هترجع للدوله العثمانيه، وترجع تاني ولايه عثمانيه بعد ايه، بعد رحيل الحمله الفرنسيه دي. عندك السلطان العثماني قاعد في تركيا، بيخلي اللي يمسك مصر شخص اسمه الوالي. كل شويه تعين والي على مصر، يطلع شخص ظالم ويفرض عليهم الضرائب، يقوموا المصريين عاملين ثوره. كل ما يعينوا والي يحصل نفس النظام، لغاية ما آخر والي عينوه وهو شخص اسمه خورشيد باشا. شخص اسمه ايه؟ خورشيد باشا. واللي كان اقترح ان هم يعينوا خورشيد باشا ده كان محمد علي. يبقى اللي اقترح عليهم يعينوا خورشيد باشا يومين هو محمد علي. قال لك خورشيد باشا زيه زي اللي قبله، شخص ظالم بيفرض الضرائب، بيعملوا معاملة وحشة، فعملوا برضو ثورة ضده اللي هي ثورة الشعب في 1804. علي ده كان شخص في الجيش بتاع الدولة العثمانية، وجه مع خورشيد باشا وهو جاي مصر. محمد علي كان خايف جدا ان الثورة اللي المصريين بيعملوها تأذي الجنود اصحابه، فقال لك انا لازم اعرف الناس دي عايزة ايه واحققه لها. فبدأ ينضم للعلماء والمشايخ ويختلط بالاهالي ويعرفهم ان هو بيحبهم وان هو عايز يساعدهم وان هو هيرفع الضريبة عن الناس. بدأت الناس تسمعه والناس تحبه، وقدر محمد علي يكسب عطف وثقة الناس دي، والناس بدأت تشوف ان هو شخص عادل جدا بيكره الظلم. فلما عملوا ثورة الشعب ضد خورشيد باشا، الشعب في الوقت ده قرروا هم كلهم انهم يخلوا الوالي اللي يحكمهم محمد علي، بما ان هو شخص عادل جدا كده. الشعب اجتمع هو العلماء ونقباء الطوائف في مكان اسمه دار المحكمة، اللي هو البيت القاضي يعني. بعد ما قعدوا مع بعض في بيت القاضي ده، بدأوا يقرروا مع بعض ان هم هيبعتوا للسلطان العثماني ويقولوا له ان هو يعزل خورشيد باشا ده علشان هو بيفرض ضرائب ويعامل المصريين معاملة وحشة، وبدل خورشيد باشا يحط مكانه محمد ايه، علي.
بعد ما اتفقوا مع محمد علي ان انت هتكون شخص عادل ومش هتطلع اي قرار نهائي لما تاخد رأينا وبمشورتنا احنا. السلطان العثماني لما شاف الكلام المكتوب، شاف رغبة الزعامة الشعبية ديت، قال لك خلاص انا موافق. كده كده محمد علي برضو مننا ومن الجيش العثماني ما يفرقش. وفعلا اصدر فرمان في 1805. كلمة فرمان يعني قرارات اللي السلطان العثماني اللي العثماني بيصدرها. قال لك الفرمان ده اتكتب فيه ان خورشيد باشا هيتعزل ويتعين مكانه مين؟ محمد علي. ودي كانت اول مرة في تاريخ مصر الحديث يتشال والي ويتحط واحد تاني بإرادة الشعب. كله كان بإرادة السلطان العثماني مش بإرادة الشعب. مين اللي عرف الموضوع ده؟ انجلترا، اللي هي صديقة مين؟ الدولة العثمانية. انجلترا ما عجبهاش الموضوع، قالت لك انا كده مصالحي الاقتصادية في خطر، محمد علي واقف جنب المصريين فكده اكيد مش هيقف جنبنا احنا، ده هيكون ضدنا احنا مع مين؟ مع المصريين. فقال لك لا، احنا نشيل محمد علي، حط مكانه واحد مملوكي يسمع كلامنا. الشخص ده اسمه اسمه محمد بك الألفي. محمد بك الألفي. وبعتوا فعلا للسلطان العثماني يعرفوه اللي هم عايزين يعملوه. عطوا له عشان يطمنوا على مصالحهم الاقتصادية في المنطقة. وحاولوا ان هم يقنعوا السلطان العثماني، وفعلا السلطان العثماني سمع كلامهم، وبعت اسطول مكتوب فيه فرمان لمحمد علي ان انت يا محمد يا علي هتتنقل وتروح ولاية تانية اسمها السالونيك في مقدونيا، هناك هتكون انت الوالي عليها وهتسيب مصر، هتسلم السلطة من غير معارضة ولا مقاومة نهائي للوالي اللي انا بعتهولك مع الاسطول ده. ولكن طبعا الزعامة الشعبية اتعصبت لان هم اللي مختارينه ومش عايزين السلطان العثماني يختار واحد منهم هم علشان هيكون شخص ظالم زي اللي قبله. فوقفت الزعامة الشعبية جنب محمد علي وبدأت تعمل ثورات وتبعت للسلطان العثماني ان هم عايزين محمد علي ومش قابلين بأي والي تاني. فاضطر السلطان العثماني غصب عنه يتخلى عن الفكرة اللي كانت في دماغه ويخلي محمد علي والي على مصر زي ما هو، وكمان بعت قرار انه خلاص اتثبت كده على على مصر. مين اللي اتعصب بقى؟ اللي اتعصب طبعا انجلترا، لانهم كانوا عايزين اللي يمسك حكم مصر محمد بك الألفي المملوك اللي يكون تبعهم اللي يسمع كلامهم عشان مصالحهم الاقتصادية ما تتدمرش. فالانجليز لما عرفوا ان السلطان العثماني رفض قرارهم وان هو ثبت محمد علي على الحكم، بعتوا حملة لمصر اسمها حملة فريزر، لان القائد بتاعها هيكون مين؟ فريزر. الحملة ديت هدفها ان هي تحتل مصر وتخلع محمد علي خالص ومكانه محمد بك الألفي. يبقى اهداف حملة فريزر احتلال مصر، خلع محمد علي من الحكم، وتثبيت مين؟ محمد بك الألفي. ولكن نتائج الحملة ان محمد علي وقف ضد الحملة دي وقدر ان هو يهزمها في رشيد ويهزمها في الحمات كمان. قدر ان هو ياخد أسرى كتير جدا منهم. قواد الحملة طلبوا منه ان هم يطلعوا من مصر مقابل ان هو يفرج عن الأسرى خلاص ويرجعوا تاني بلدهم انجلترا من مصر خالص. وفعلا افرج عن الأسرى عشان يطلعوا منين؟ من مصر. وقدر محمد علي يخش اسكندرية منتصر، وقدر يخش اسكندرية منتصر. يبقى الهدف من حملة فريزر كان احتلال مصر وخلع محمد علي وتثبيت مكانه محمد بك الألفي. نتائجها ان الحملة اتهزمت في رشيد والحماد، وان محمد علي قدر يخش الاسكندرية ومنتصر، وقدرت تطلع الحملة من مصر مقابل ان محمد علي افرج عن الأسرى. بعد ما احتل اسكندرية وهو دلوقتي قاعد في القاهرة في مصر، بدأ يفكر أنا اللي خلاني أمسك الحكم كانت الزعامة الشعبية، وقرارهم ليا في دار المحكمة إن أنا ما طلعش أي قرار نهائي غير لما أخد رأيهم. ولكن محمد علي كان شخص عايز يكون شخص مستقل، ما ياخدش رأي حد، عايز يكون شخص قوي كده ما يرجعش لأي حد خالص، كل قراراته تكون من نفسه. فقال لك أنا لازم أتخلص من القائد بتاع الزعامة الشعبية كله، وهو مين؟ عمر مكرم. هو مين؟ عمر مكرم. قدر محمد علي يخلي القيادة الشعبية تتقسم، يقول للناس ده عمر مكرم عامل نفسه حاجة، ده قيمته عالية ما بينكم وانتوا قيمتكم قليلة، المفروض ان انتوا كلكم زي بعض، هو معلي عليكم ليه ومش عارفة وفضل ان هو يوحي الناس على بعضها لغايه ما فعلا القياده الشعبيه اتقسمت، وهم اللي طلب ان عمر مكرم ده يتشال خالص. فمحمد علي ما صدق ان هم يطلبوا منه وخلعوا على طول من نقابه الاشراف وانفاه لدمياط. يبقى كده اتخلص من الزعامه الشعبيه وخلاص هينفرد بالحكم لوحده. قدامه كمان مشكلة المماليك اللي ماسكين الأقاليم في مصر كانوا مهددين خطر عليه، فلازم يتخلص برضو من المماليك دول عشان كانوا مصدر للقلق والفوضى عنه. بدأ معاهم ان هو يحرمهم انهم يتولوا مناصب عالية في الدولة، زي منصب مثلا شيخ البلد، ما نفعش معاهم، بدأ يطاردهم في كل مكان.
ما آخر حاجة ضحك عليهم بموضوع مذبحة القلعة ده، وقتلهم كلهم في مذبحة القلعة في 1811، وقدر فعلا ان هو يتخلص منهم نهائي وينفرد بحكم البلاد تماما بعد ما تخلص من الزعامة الشعبية والمماليك. وهيبدأ بقى ان هو يطور مصر ويبني الدولة الحديثة في مصر، وده الدرس الرابع معانا. محمد علي يصلح كل حاجة. أول حاجة بالنسبة للبناء الاقتصادي اللي هو الزراعة والصناعة والتجارة، خلي النظم الثلاثة تقوم على أساس اسمه الاحتكار. ليه وعشان ايه ويعني ايه اصلا نظام الاحتكار ده؟ قالك نظام الاحتكار ده ان محمد علي هو اللي هيحدد نوع الغلة اللي هم يزرعوها ونوع المصنوعات اللي هيصنعوها والتمن الحاجات دي هيبيعوها ازاي وهيشتروها ازاي. تمام؟ يبقى هو اللي هيقول لهم هتزرعوا كذا، وبعد ما يزرعوه هيحدد هيبيعوها بكام في السوق، وهيحدد هيشتريها منهم بكام، وانتوا هتبيعوها قد ايه في السوق. فاكيد هيشتريها لنفسه رخيصه ويخلوهم يبيعوها هناك غاليه عشان ياخدوا من محمد علي. من ناحيه للزراعه، طبعا بالنسبه للدوله العثمانيه كانت عامله حاجه اسمها نظام الالتزام، اللي كان في شخص بيروح يدفع الضرائب للدوله العثمانيه، ويروح هو يلم الضرائب من المصريين بطريقة صعبة وقاسية. فمحمد علي أول حاجة هيلغي نظام الالتزام خالص في الزراعة، هيبدأ إن هو يزرع كتير ويوفر قدر كبير جدا من الإنتاج الزراعي. تعالي السياسة جعلت الزراعة مزدهرة وبقى في قدر كبير من الدخل من الإنتاج الزراعي. إزاي؟ لأنه أول حاجة دخل أساليب وغلات زراعية جديدة، عمل مدرسة للزراعة مخصوص الناس ما بتعرفش تزرع كويس تروح تتعلم فيها، جاب خبراء زراعيين من بره من الخارج، حسن طرق الري، عمل لهم قناطر كتير على النيل زي القناطر الخيرية، حفر لهم ترع زي ترعة المحمودية، زود الفلاحين بكل حاجة هم محتاجينها. يبقى دي بالنسبة للزراعة، إنه دخل أساليب وغلات زراعية جديدة، عمل لهم مدرسة للزراعة وجاب لهم خبراء زراعيين من بره وحسن لهم طرق الري، وعمل لهم قناطر زي قناطر الخيرية، وعمل لهم ترع زي ترعة المحمودية، وزود الفلاحين بكل حاجة محتاجينها. بالنسبة للصناعة برضو طورها وخلاها مزدهرة، وأشهر المصانع اللي هو بناها زي مصنع الغزل والنسيج، مصنع الورق، مصنع السكر، ومش كده وبس، عمل مصانع كتير جدا. وكان بيخلي اللي بيشتغلوا في المصانع ديت العيال الصغير ما بيعدوش ال 15 سنة دول، صغيرين، فهياخدوا فلوس قليلة أجور رمزية، وفي نفس الوقت يتعلموا حرفة تكون زي مدرسة ليهم. ده جاب كمان خبرات من بره، جاب مدرسين عندهم خبرات أجنبية من بره يعلموهم إزاي يصنعوا، وأرسل بعثات للخارج كمان عشان يقدروا إن هم يتعلموا في مختلف الصناعات ويقدروا إن هم يترجموا الكتب. وعمل برضو نظام الاحتكار ده في الصناعة، إن هو اللي بيعرفهم هم يصنعوا إيه وهيشتري الصناعات دي منهم بكام، وهم المفروض يبيعوها ايه بكام. فايه دليلك ان محمد علي طبق الاحتكار في الصناعة؟ ان هو كان بيمد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، هو اللي كان بيجيب لهم المواد اللي هيصنعوا منها، عشان يبقى كده خلاص انا جبت لك النهارده قصب سكر يبقى انت تصنع النهارده سكر، جبت لك النهارده قطن يبقى انت تصنع النهارده هدوم، فانا اللي كنت بحدد لك انت تزرع ايه. وكان هو اللي بيشتري منهم المنتجات الصناعيه دي بالسعر اللي على مزاجه ويبيعها بالسعر اللي على مزاجه. بالنسبه للتجاره برضو كانت نشيطه بسبب ازدهار الزراعه والصناعه والاستقرار الداخلي، وبرضو التجاره كان فيها نظام الاحتكار، كان بيروح يشتري منهم كل الحاصلات الزراعيه، تمام، ويشتريها بمزاجه، تمام، ويحطها في مخازن الدولة، وبعدين يروح يبيعها للتجار الأجانب الموجودين في مصر، ويبيعها برضو بره وياخد الفلوس لحساب الحكومة المصرية، ويحتكر تجارة الواردات، وكان برضو بيحدد هي تتباع بكام. بالنسبة للنقل والمواصلات اهتم جدا بالنقل والمواصلات، فمهد وأمن الطرق البرية والبحرية، وعمل أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط، وحفر ترع، واهتم بالموانئ المصرية، وطهر البحر، أهم حاجة البحر الأحمر من القراصنة اللي هم الناس يجوا على السفن يسرقوا منها البضائع. يبقى بالنسبة للنقل والمواصلات أمن الطرق البرية والبحرية، عمل أسطول في البحرين المتوسط والأحمر، وحفر لهم ترع كتير، واهتم لهم بالموانئ اللي هيقف فيها السفن، وطهر البحر الأحمر من القراصنة الناس اللي بتسرق مواد. بالنسبة للمجتمع بقى شال طبعا المماليك، طبعا وقت المماليك كلهم في مذبحة القلعة. طب مين اللي يمسك مكان المماليك؟ أسرة محمد علي، ومع أسرة محمد علي شوية برضو من الأتراك اللي هم العثمانيين. كمان بالنسبة لنفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية ما عادش لهم أي لازمة، نفوذهم بقت قليلة جدا. بدل علماء الأزهر والقيادات الشعبية بدأ يظهر طبقة الأعيان وبتاع عمال الصناعة
وطوائف الحرف الباقية بقى استمرت كوسطاء للحكومة. التجار اتدهورت جدا لأن ما كانش أصلا يعتبر في تجار، لأن محمد علي هو اللي بيروح يشتري كل حاجة ويبيعها هو على مزاجه، فما كانش حد أصلا بيلاقي حاجة يروح يبيعها. فبدل طبقة التجار دي ظهر البدو. وكانت طبعا البدو دول اللي هم في الصحراء، وكانوا قوة اجتماعية مستقرة لوحدها ملهاش علاقة بحد. من ناحية التعليم والثقافة بدأ يبني مدارس كتير للطب وللزراعة وللهندسة، زي اللي المهندسة خانة. بدأ كمان يبعت بعثات علمية لأوروبا بره عشان يتعلموا ويجوا يطوروا من مصر، زي شخصيتين بعتهم لأوروبا هناك، اللي هو رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك. ودول فعلا لما رجعوا مصر ساهموا في استمرار النهضة التعليمية. وكمان مش كده وبس، ده محمد علي يبقى اساتذه اجانب من بره كمان عشان تدرس في المدارس العليا الموجوده في مصر وتساهم في الترجمه، تقدر تترجم الكتب الانجليزيه اللي هم جايبينها. وعمل كمان مطابع وعمل صحف. المطبعه ديت عشان تطبع الكتب المدرسيه للطلاب عشان يعرفوا يتعلموا، زي مطبعه زي المطبعه الاميريه في بولاق اللي بتطبع الكتب الادبيه والمدرسيه. وعمل صحيفه الوقائع المصريه اللي هو الجريده. من ناحيه القوه العسكريه أدرك إن القوة دي يا ولاد الجيش هو الدعامة الأساسية للدولة، إن الدولة تفضل مستقرة ومتأمنة طول ما هي فيها قوة عسكرية قوية. فأنا لازم أهم حاجة أهتم بيها وهي القوة العسكرية. قالك كانت كل مشروعاته العمرانية والتعليمية اللي بيعملها كل ده هدفه إنه يطلع منها ناس تقدر تسد في الجيش، تقدر تبقى قوة عسكرية قوية. يعني كل هدفه من كل المشاريع اللي هو بيعملها إنه يبني قوة عسكرية قوية. ففعلا الضباط عمل مدارس عسكرية مخصوص زي المدرسة العسكرية اللي عملها في أسوان. جاب ضباط ومعلمين عندهم خبرة عالية من أوروبا عشان يعلموا في المدارس ديت. وكان أشهر واحد جه وهو الكولونيل سيف. وعلى فكرة الكولونيل سيف ده كان شخص فرنسي لأنه كان تبع جيش نابليون. يبقى ممكن أقول لك هنا وممكن يوقعك، محمد علي استعان بمين؟ وما يجيبلكش مثلا اسم، يجيب لك انجليز بريطانيين فرنسيين الكلام ده، ويجيب لك مثلا اختيار استعان بمين في اعداد الضباط او في القوى العسكريه؟ بالفرنسيين، لان كولونيل سيف ده شخص فرنسي. قال لك بالنسبه للجنود كان معتمد جدا ان الجنود كلهم يكونوا سودانيين، طبعا يخش معاهم مصريين برضو، بس السودانيين كانوا معروفين بشجاعتهم وقوتهم، والمصريين برضو قدروا يثبتوا ان هم ناس كفء، كانوا ملتزمين جدا المصريين دول في التدريب، وكانوا بيطيعوا كل الاوامر العسكريه اللي هم بيقولوها لهم، وكانوا متفوقين جدا في القتال الخارجيه. فبرضو المصريين قدروا ان هم يثبتوا كفاءتهم زيهم زي السودانيين. قال لك من ناحيه بقى الاسطول، انا لازم امن دولتي من كل حته، ما انت ممكن العدو يجي لك عن طريق البحر عشان يقتلك. فقال لك كان مهتم برضو بالاسطول، وعمل ترسانة مخصوص عشان تصنع السفن. الترسانة الأول في بولاق، ثم عمل فين؟ في اسكندرية عشان تصنع سفن كتير، فيكون عندهم أسطول قوي. وعمل أماكن كتير عشان تعلم الناس البحارة إزاي يقدروا يمشوا في الطريق وإزاي يبحروا في البحر. وعمل مصانع للأسلحة والذخيرة، واهتم عندك بالتصنيع الحربي، فعمل ترسانة مخصوص في القلعة هناك عشان تصنع الأسلحة. وعمل قلاع كتير عشان تدافع عن البلد، زي القلاع اللي عملها في اسكندرية، والقلاع اللي عملها في رشيد، والقلاع اللي عملها في دمياط. يبقى هو كده ظبط الدنيا كلها، ظبط الزراعة والصناعة والتجارة، ظبط النقل والمواصلات، ظبط التعليم، ظبط القوى العسكرية، ظبط كل حاجة. دلوقتي بقى بالنسبة للحكم بقى والإدارة، عمل فيها قالك أول حاجة قسم مصر 7 مديريات، وخلى الحكومة المركزية بتاعت مصر هي القاهرة. يبقى قسم مصر 7 مديريات وخلى الحكومة المركزية بتاعت مصر هي القاهرة. القاهرة دي اللي بيطلع منها كل الأوامر اللي لازم ينفذوها. وقال لك عمل مجالس ودواوين كتير زي مجلس المشورة وزي الديوان العالي، وعمل كمان لائحة جديدة عشان ينظم الإدارة. قسم الإدارة ل7 دواوين، وحدد كل ديوان مهمته دلوقتي مصر ولاية عثمانية لسه، انت مجرد والي على مصر تبعي. فقال لك في الجزيرة العربية بدأ يظهر ناس هناك اسمهم الوهابيين. الناس دي بدأت عايزة ان هي تستقل عن الدولة العثمانية، عايزة تطلع من تحت حكم العثمانيين. فمين اللي جنب شبه الجزيرة العربية؟ مصر. ومن والي مصر؟ محمد علي. فالدولة العثمانية بعتت لمحمد علي وقالت له يا محمد يا علي روح لشبه الجزيرة العربية، اخمد الدعوة الوهابية دي، قتلهم، عرفهم احنا مين. وفعلا محمد علي راح للجزيرة العربية وقدر فعلا انه يخمد الدعوة الوهابية. رجعوا تاني بعتوله وقالوا روح اليونان هناك عشان برضو عايزين يطلعوا من تحت ايد الدولة العثمانية. راح فعلا اليونان في حروب اسمها المورا. قدر يضم جزيرة كريت لولاية مصر، لكن الاسطول المصري بقيادة محمد علي اتهزم واتحطم في موقعة نافارين في 1827.
بس محمد علي طبعا ما استسلمش، وبدأ يكون تاني ويستعدوا تاني عشان يروحوا يسيطروا على اليونان. فطبعا اليونان أدركت قد إيه محمد علي ده شخص قوي، شخص شجاع، وشخص ما بيستسلمش. فقعدوا يتفاوضوا معاه وعرفوه ان هم عايزين ينهوا الحرب، هم مش عايزين حرب معاه خالص، هم عايزين بس يستقلوا عن الدولة العثمانية. وطبعا قائد لمين؟ قائد لمصر. فكده مكانة مصر الدولية بقت عالية، بقى مصر ليها مكانة بين الدول هناك، لان انت قائد مصري جاي دلوقتي تتكلم مع شخص يوناني بصفتك بصفتك قائد لمصر، يعني بتتكلم بصفة مصر كلها. فمحمد علي بقى بدأ يجي في دماغه بقى مصر دلوقتي بقت مكانتها عالية بين الدول، لا احنا لازم ننفصل احنا كمان عن الدولة العثمانية، يعني اليونان عايزين ينفصلوا، احنا كمان عايزين ننفصل عن الدولة العثمانية. وجاء في دماغه أول حاجة إن هو يضم السودان. كان عنده طبعا أهداف كتير جدا، كان عنده أهداف سياسية زي إن هو يوسع إمبراطورية مصر، عنده أهداف اقتصادية إن السودان دي كان فيها معادن وحاجات كتير يقدر يستغلها، الثروات اللي فيها، عنده أهداف عسكرية إن السودانيين كانوا ناس أقوياء فنقدر ندخلهم في الجيش. والنتائج بتاعة المعركة اللي راحها للسودان قدر فعلا ان هو يسيطر على السودان، وعمل في السودان مدينة اسمها الخرطوم وخلاها عاصمة السودان. وقدر يكتشف نهر النيل المنابع بتاعته يعني المية بتاعت نهر النيل جاية منين، اكتشف النيل الابيض هناك. املنا دي مرتبة على ضم السودان لمصر. قال لك امتداد النفوذ المصري لجنوب السودان، وان انشأ مدينة الخرطوم اللي هي العاصمة، واكتشف منابع نهر النيل. محمد علي لما ما قدرش ان هو يوقف اليونانيين عن استقلالهم بالدولة العثمانية، طبعا السلطان العثماني اتعصب جدا من محمد علي وتوترت العلاقة بينهم. ازاي انت تسحب الجيش المصري من المورا، ازاي ما تقدرش ترجع سيطرتنا على اليونان هناك، وبدأ طبعا متعصب. ومحمد علي وكمان بدأ مصمم ان هو كمان عايز يستقل بمصر. فهيخش بقى بين محمد علي والدولة العثمانية، هيبدأ بينهم المعارك، فيخشوا في حربين، والحروب دي هتكون في الشام، فهتكون حرب الشام الأولى وحرب الشام الثانية. والنتائج بتاع الحربين إن القوات المصرية تقدر توصل للشام وتوصل كمان لغاية الفرات، والنفوذ المصرية تقدر تمتد في بلاد الشام. يبقى نتائج حروب الشام امتداد النفوذ المصرية في بلاد الشام، وقدر ان هو يوصلوا لفين؟ للشام وكمان اعالي الفرات. يبقى كده مين اللي اتهزم؟ اللي اتهزم هو الدولة العثمانية. بدأت بقى الدول الأوروبية تتدخل، لأن خلاص مصالحها بقت بيتهدد، خد مننا مصر ثم خد مننا السودان، ده هو كده هيدمرنا خالص. فبدأ يكلموا السلطان العثماني انه يوقف محمد علي ما عادش يسيطر على اي بلاد خالص. ففعلا السلطان العثماني بعت لمحمد علي يجي يتكلموا معاه، وبداوا يتفاوضوا مع بعض. فانتهت المفاوضه اللي هم عاملينها دي بمعاهده لندن 1840. وهي بقى شروط المعاهده دي؟ ان بلاد الشام والجزيره العربيه ترجع للدوله العثمانيه، تمام، ومحمد علي هيتثبت في حكم مصر، تمام، وهيعلن خضوعه للسلطان العثماني. يعني خلاص مصر انت تثبت فيها، ما تخافش، ما عادش هنشيلك نهائي، بس انت ترجع لينا الشام والجزيره العربيه. وطبعا محمد علي اضطر ان هو يقبل الشروط ديت، عشان فعلا هم لو اتحدوا مع بعض هيقدروا يشيلوه من مصر. فخلاص هو ما صدق فعلا ان هو يتثبت، وان ما فيش حد نهائي هيقدر ان هو يشيله. بعد 1840 تاني سنه على طول في 1841 السلطان العثماني بعت قرار تاني، فرماني. الفرمان الأول هو إن حكم مصر هيكون وراثي لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. محمد علي لما يموت أكبر ابن ليه ذكر هو اللي يمسك حكم مصر، تمام، وده هيكون وراثيا. يعني حتى لما ابن محمد علي يموت هيمسك مثلا ابن محمد علي الثاني او ابن محمد علي اللي هو حفيده. المهم ان هو هتكون وراثي، هتكون من اسره محمد علي. الفرمان الثاني علي برضه هيكون والي على فين؟ على السودان. يبقى الفرامنين اللي طلعوا في 1841 الأول إن حكم مصر هيكون وراثي لأبناء محمد علي، والفرمان الثاني إن محمد علي هيكون والي برضو على مين؟ على السودان. وكده يبقى لخصنا الأربع دروس بتاعنا. أتمنى يكونوا اتلخصوا بطريقة كويسة جدا. بالنسبة أنا شرحت على القناة بكذا طريقة، شرحت لسنة رابعة بطريقة، وشرحت لسنة 5 بوشي على السبورة. فانتوا لو حابين ان انا اشرح لكم على السبورة مفيش اي مشكلة، نكتب بس في التعليقات. حد محتاج اي سؤال الوحدة دي يبعت لي اما على الانستا يا اما في التعليقات، وهيتم الرد عليه مباشر باذن الله. وما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد، واحنا مع بعض باذن الله حتى في الترم الثاني. وباذن الله في الترم الثاني ينزل شرح درس بدرس. دمتم متفوقين وربنا يوفقكم ويحقق لكم احلاكم كلكم يا سنة تالتة اعدادي.